السلام ومرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد. القضية ديال اليوم وقعت سنة 2004 مدينة أكادير. واحد جوج بنات صحابات كانوا تيقراو مع بعضياتهم في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ولكن هاد جوج البنات كانت كل واحدة فيهم تسكن في مدينة، تلاقاو غير في الجامعة وتربطات بيناتهم واحد العلاقة صداقة كبيرة. واحدة فيهم سميتها نورا والثانية سميتها أميمة، كانوا تقراو مع بعضهم في نفس الشعبة. ولكن هذيك أميمة كانت كارية مع شي بنات ونورا كارية بوحدها واحد البيت. داز العام الاول ديالهم في الجامعة عادي، صحابات ومفاهمين مع بعضياتهم وما كاين حتى شي مشكل وكل شي على احسن ما يرام. ولكن في العام الثاني نورا اللي كارية بوحدها اقترحت على صاحبتها أميمة واحد الاقتراح. قالت لها دابا انتي كارية مع البنات وصداعات وديما بيناتكم مشاكل على الكرا، علاش ما تجيش نكري انا وياك شي بيت؟ أميمة عجبت هاد الفكرة ومشات معاها وبداو تيقلبوا على الكرا. شافوا واحد البيت في واحد الحي شعبي واتفقوا مع مولاته على الثمن وكراوه، ودازت الايام وشهور. المهم فاهمين مع بعضياتهم ومتفقين، حتى شي مشكل ما كاين. لكن في واحد الوقت غادي يوقع واحد التغيير في العلاقه اللي بيناتهم. هذيك البنت نورا تعرفت على شي بنات ولا تقليل فاش تجي لداك البيت اللي كاريه فيه. واحد المره أميمة قالت نورا واش غادي تبقاي كاريه معايا هاد البيت ولا صافي خرجتي؟ شفتك مبقيتيش تجي بزاف، داكشي علاش قلت نسولك، حيت الا كنتي خرجتي قوليها ليا باش ندير بحسابي، اما نرجع عند البنات اللي كنت كاريه معاهم ولا نشوف شي بنت تكري معايا هاد البيت. وهنا غادي يوقع واحد سوء الفهم بيناتهم. هذيك نورا قالت ليها دابا الشهر باقي ما وصل وانتي تتهضري على الكرا والفلوس ديال الكرا، وتطور هاد النقاش بيناتهم. وصل مشادات بيناتهم كلامية وخصام. تدخلت بيناتهم ولد الدار اللي كاريه ليهم هذاك البيت، دخلت هي واحد ولدها وهدنوهم وفارقوا بيناتهم. هذيك البنت أميمة هذيك الساعة قالت لمولى الدار انا غير غادي سالي هاد الشهر وغادي نطلق لك الكرا. ولكن هذيك نورا قالت لها واخا انتي طلقي الكرا انا غادي نبقى كاريه هاد البيت. صافي وتسد الموضوع هنا بيناتهم. ولكن مع الاسف الموضوع ما غاديش يتسد هنا. واحد النهار هذيك البنت أميمة كانت في الجامعة، ومن رجعت البيت تتلقى هذيك نورا جايبه معاها واحد صاحبتها ولقاتهم تيقيسوا لها في حوايجها. ومره اخرى غادي يوقع بيناتهم واحد الخصام. ولكن هاد المره هذيك السيده مولا الدار قالت لهذيك بنت نورا شوفي يا بنتي، دابا انتي وليتي قليل فين تجي وملي تجي معاك غير صداع المشاكل. انا بنتي بغيتك تنسي حوايجك وتخوي ليا محالي. وبالفعل هذيك بنت نورا قالت لها واخا اعطيني غير شي يومين بيد ما لقيت انا فين نكري ونمشي نهز حوايجي. قالت لها مولا الدار واخا ماشي مشكل. ولكن نورا ما غاديش تخلي حتى دوز يومين، عاد غادي تجي تهز حوايجها. جات في هذيك الليله اللي وقع فيها هذاك المشكل، وجات في واحد الوقت معطل من الليل على حسب الهضره ديال مولا الدار وديال ولدها. تيقولوا باللي جات مع 12 ديال الليل ومعاه هذيك البنت اللي جات معاها بالنهار. وتتقول مولا الدار وولدها باللي جابتهم واحد الطوموبيل فيها واحد الشاب بقى يتسناهم حتى جابوا الحوايج، ركبوا ومشاو. وبالفعل هزت ديك البنت حوايجها ومشات في حالها. ولكن هنا غادي يوقع واحد المشكل كبير. الغد لي في الصباح الجيران صبحوا تيشموا واحد الريحه مجهده، ريحه الغاز كانت مجهده بزاف. وبداو تيقلبوا من طلع هاد الريحه لقاوها خارجه من البيت اللي كاريه فيه هذيك البنت أميمة. وهنا اتصلوا بالناس ديال الوقايه المدنيه، جاو فتحوا الباب ديال البنت. تلقاو هذيك البنت أميمة ناعسة وشبعانة موت، ولقاو البوطة الكبيرة مفتوحة والغاز مازال دايز. وهنا رجال الوقاية المدنية ملي بغاو يسدوا ديك البوطة استعملوا القفازات باش إلا شي حد تعمد باش يخلي ديك البوطة دايزة غادي تلقى البصمة ديالو على الراس ديال البوطة. خبروا البوليس، جاو وداروا المعاينات ديالهم وخداو ديك البصمة اللي كاينة في الراس ديال البوطة ونقلوا البنت لمستودع الأموات. الطبيب الشرعي تيقول باللي هاد البنت سبب الوفاة ديالها هو الغاز، وحتى النتيجة ديال الخبرة على ديك البصمة اللي كانت في الراس ديال البوطة لقاوها ديال واحد السيدة سميتها نورا بنت ساسي. وهنا بدا البحث في هاد القضية هادي. حاولوا البوليس يتواصلوا مع الوالدين ديال الضحية، جاو وطرحوا عليهم واحد السؤال. سولوهم البوليس
واش بنتكم عندها شي اعداء؟ جاوبوهم بنتنا ما عندها حتى شي مشكل مع شي حد، الا عندها شي مشكل راه حنا ما فخبرناش. مولات البيت تتقول هاد البنت راه كانت كاريه معاها واحد البنت وكانوا تيوقعوا بيناتهم مشاكل بزاف. وولد مولا الدار تيأكد نفس الهضره ديال الام ديالو، تيقول البوليس راه البارح جات ديك البنت اللي كاريه معاها، جات مع ديك 12 ديال الليل هي ومعاها واحد البنت ومعاهم واحد الولد جابهم في الطوموبيل، وهذاك الولد بقات تسناهم تحت. طلعت هي وصاحبتها خرجوا الحوايج ومشاو. سولوهم البوليس شنو سميت هاد البنت اللي كانت كاريه معاها وجات ودات حوايجها، قالوا لهم سميتها نورا. اذا هاد نورا هي نورا بنت ساسي اللي لقاو البصمه ديالها على راس ديال البوطه. تتقول مولات الدار البوليس راه هاد البنت نورا تتقرا في الجامعه. هنا البوليس مشاو للجامعه واكد ليهم العامل ديال كليه الاداب بان هاد البنت اللي سميتها نورا بنت ساسي راه تتقرا في هاد الكليه هادي، ولقاو باللي هاد نورا ما بقاش تجي لافاك نهائيا. وهنا انتقلوا البوليس لعنوان السكن ديالها، تلقاو باللي ساكنه في واحد المنطقه خارج مدينه اكادير اتجاه الجنوب. وتوصلوا لوالديها اللي تيقولوا بنتنا فعلا جات البارح للدار ولكن دابا راه عند اختها في مدينه الخميسات. رجعوا البوليس تاني لمدينه الخميسات وتما لقاو عليها القبض عند اختها، جابوها معاهم لمدينه الاكادير. وفي البحث التمهيدي معها كانت تنكر ان هي اللي فتحت البوطه، ولكن البوليس واجهوها بالدليل العلمي اللي هو البصمه ديالها اللي بقات على الراس ديال البوطه. البنت عرفت راسها باللي الحجج ضدها ثابته، واعترفت باللي هي فعلا تعمدت تفتح الراس ديال البوطه وتسرب الغاز. تمت اعاده تمثيل الجريمه في هذه القضيه هذه. وتتقول باللي منين جات ديك الليله هي وصاحبتها وكان معاهم واحد الولد بقات تتسناهم في الطوموبيله ديالو، وطلعت هي وصاحبتها هزوا الحوايج ديالها ولقاو هذيك البنت اميمه ناعسه. ولكن منين كانت خارجه مشات للبوطه فتحتها وخلت الغاز دايز وخرجوا ومشاو بحالهم. جابوا هذيك صاحبتها اللي اكدت باللي فعلا هادشي اللي وقع، وجابوا داك الود اللي جابهم في السياره. بعد البحث معاه تبين باللي هو ما فخبارو والو في هاد القضيه هادي. وتقدمت هاد نورا العداله وتحكمت بالسجن مده 20 سنه واستنفات، ولكن محكمه السيناف غادي تأيد الحكم الابتدائي وبقات نفس العقوبه السجنيه اللي هي 20 سنه. وصاحبتها حتى هي تحكمات ب20 سنه واستنفات وبقات ليها 15 سنه. اما هذاك الولد اللي جابهم في الطوموبيل خرج براءه من هاد القضيه هادي حيث ما كانش فراسو هاد الجريمه هادي. وهنا تتسالي القضيه ديال اليوم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.